في تشابه كبير ما بين القلب وضخه للدم في كل لحظة وما بين العقل وضخه للأفكار في كل ثانية. مش هتقدر توقف عقلك عن إنتاج الأفكار، لكن هتقدر تختار منها اللي يناسبك. وخليني أقول لك الفرق بين الوعي والإدراك. إن أنا أكون واعي ده معناه على سبيل المثال إن أنا أكون عارف إن أنا بخاف من المواجهة مثلا، واستنتجت ده من سلوكياتي، عارف المشكلة وحاطط إيدي عليها. الإدراك هو إن أنا أقدر أميز أثناء الموقف ما بين رد فعلي الطبيعي ورد فعلي المربوط بخوفي من المواجهة، واقدر اتصرف في ساعتها. طب ازاي اكون مدرك وغير واعي؟ لو انت مثلا بتراعي شعور الناس على حساب نفسك، فانت عارف انك بتعمل ده، انك بتيجي على نفسك عشان خاطر الناس، لكن انت عندك مشكلة انك مش شايف ان ده بيأثر عليك بالسلب، مش شايف المشكلة والتأثير السلبي اللي بيحصل من تصرفك ده معنى انك مدرك للحاجة لكن غير واعي لآثارها الجانبية عليك. تشتغل على انك تقلل الفجوة ما بين وعيك وإدراكك.